اشتغل دلوقتي عشان ترتاح بعدين، اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. مش مقصود هنا بالراحة ان انت تفضل قاعد في جزيرة نائية قاعد على البحر تشرب عصير جوز الهند. مش ده مقصود بالراحة خالص، ده وقت بريك وهترجع تاني. مقصود بالراحة اي ان انت ترتاح في اللي انت بتعمله، فتبقى المجهود اللي انت تبذله مرتاح فيه عشان انت الحاجة دي انت متقبلها وبتحبها. لكن كده مفيش حاجة اسمها راحة بعدين مفيش حاجة اسمها راحة، والا ما كانش لها لازمه الجنه بقى. لو الانسان ممكن يرتاح الراحه الابديه في الدنيا، يبقى انا اسف، يبقى حضرتك الجنه هتعمل فيها ايه؟ ما انت ارتحت هنا خلاص ما ملهاش لازمه بقى. ما انت ارتحت هنا، الراحه الابديه والمتعه الدائمه في هذه الدنيا بدون عكننه، ومن غير ما حد يضايقك، ومن غير ما حد يقول لك لفظ مش حلو، ومن غير ما بابا يزعلك، ومن غير ما ماما تزعلك، ومن غير اخواتك ما يكيدوا فيك، ومن غير ما صاحبتك صاحبتك قصدي تعمل معاكي موقف كده، من غير ما صاحبك يعمل معاك. ركز، صاحبتك صاحبك خلاص، ركز في الكلام. المهم من غير خلاص بقى، دخلنا الجنه بقى، دخلنا الجنه خلاص، سيدنا اتفقنا.